اشترينا عربيتين والثالثه كان فيها قصه كبيره جدا. النقر كانت محتاجه تعمل فاميه، وكان طبعا هيتعمل الجرافين. العربيه اي 300 لونها ابيض فمش باين قوي في التصوير الحاله بتاعتها. كلمنا بتاع البي دي ار جالنا، ما كانش احلى حاجه بصراحه، بس ظبط. اهم حاجه كانت مهم انها تتظبط. نقره كانت داخله جوه قوي. كلمنا بتاع الفاميه جالنا، عملنا الفاميه للعربيه وابتدينا بقى شغلنا احنا. تجهيز العربيه خدت تقريبا 6 ساعات. طبعا كان في مشكله واجهناها ان العربيه في العتب بتاعها والاكسدامات مليانه خرابيش. طبعا شايله الدهان وجايبه لون اسود. اضطرينا نجيب لها نفس اللون سبراي. ليه؟ علشان نسلمها تحفه بالمنظر ده. لزقنا وابتدينا نرش السبراي زي ما انت شايف كده. المرمى طالعه مظبوطه قوي، ولا اكن العربيه فيها خرابيش اصلا. رجعنا العربيه للحاله يوم ما خرجت من المصنع. بعد 6 ساعات ابتدينا نطبق الجرافين.